المدارس بدأت وأزمة اللانشون بتاعتنا بدأت، فأنا قررت النهاردة إن أنا أعمل لكم اللانشون البيتي. أنا هنا كان عندي تمن لحمة مع 4 ولا 5 مكعبات تلج وبق مية، فرمتهم لغاية ما نعموا على 4 بيضات، على توم باودر وبصل باودر وبابريكا وحبة ريحان اللي هي التوابل اللي أنا حطيتها دي دلوقتي، و4 مكعبات جبنة نستو. وبعد كده أحط ماجي وملح والدقيق بتاعي، واللون طبعا الصناعي ما ننساهوش. أنا كنت حاطة حوالي 3 نقط بس هما طلعوا قليلين جدا، كانوا محتاجين يبقوا حوالي 7 أو 8، لان بعد ما استوى اغمقي مني تاني واللون الوردي اللي كان فيه ده راح. انا هنا حطيته في كيس، وبعد ما عملت الكيس لفيته حلو بستريتش، وبعدين بقى لاحظت ان الاستريتش بتاعه بيفك من على الحروف، فقررت ان انا ااكد على الربطه دي بالخيط. انا هنا اهو بعد ما قعد ساعه على النار في حله فيها ميه بتغلي، كان خلاص خلص. هسيبه بقى يبرد خالص، وبعدين هقطعه براحتي بقى طرنشات او التقطيعه اللي عجباني. وبالهنا